شهادة لله، شهادة لله. أي حاجة شفتها حضرت عليها كيف ما تنقولوا داز في هاد الراس غادي نشهد بها. شهادة لله. ومن سكت على الشهادة قالك اللي سكت على الشهادة راه لا راكم عارفين اخوتي بلا ما نكمل لكم، راكم عارفين الانسان اللي كيسكت على الشهادة واحد الحاجة تيكون عارفها او شايفها فخصو يخرج ويهدر ويقول مادام عندي قناة غادي نقول لكم بداك الشيء اللي كنت كنشوف وبداك الشيء اللي حاضر عليه، فغنخرج ونقول كلمة حق، كلمة الحق غادي نقول على هاد بخصوص هاد الطرف اللي غادي ندوي عليه. كلمة الحق خوتي، انا ولا انتقاد ولو كنتقدهم دائما تنقول لكم كلمة حق تنقولها، تنتقدوا انتقاد بناء ولا يمكننا خوتي ولو تنتقدوا هاد الناس شي حاجة اللي انا حاضرة عليها وشايفاها، فغنخرج وغنهضر وغنقول داكشي اللي شافت عيني وداكشي اللي كنت كنحضر عليه انا كصاحبة قناة، كنت كنحضر على هادشي. غادي نشهد بواحد الشهادة، شهادة حق وشهادة لله في سبيل الله. خوتي العزاز غادي نقول لكم تحياتي لكم وتحية لكم كبيرة كبيرة بزاف بدون استثناء، داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بدون استثناء. دائما تنقول لكم شكرا على الناس اللي كيتابونا وعندي جدد تنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، والقدام كذلك مرحبا بكم والف مرحبا، والقناة قناتكم انتوما الكل في الكل. وشكرا لكم وتحية لكم اخوتي. كيف ما تنقلت لكم بدون استثناء ما غاديش نطول عليكم في هذه المقدمة. كنتمنى من الله، كنتمنى خوتي المتابعين اي واحد شاف هذا الفيديو كنتمنى دخلوا خوتي وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا شنو واقع واشنو كاين اخوتي. انا ما غاديش نقول شي حاجة من غير الحق في خصوص هاد الطرف اللي غادي ندوي عليه. غادي نقول كلمة حق فقط، كلمة حق لا اقل ولا اكثر، وبداك الشيء اللي كنت انا كنحضر عليه واللي كنت انا كنشوفه بعينيا. فخوتي هادشي هذا راه ما يبغيه لا الله ولا العبد، هادشي حرام. واش غادي نقول لكم هادشي فعلا نتوما كمتتبعين راكم ما غتبغيوش اخوتي العزاز، هادشي ما غاديش تبغيوه. ويلا معايا وخليكم في الفيديو وغتعرفوا اشنو واقع واشنو طاري. خوتي العزاز انا جيت نشهد شهادة بخصوص طاطا بديعة، خصوص طاطا بديعة. كيف ما قلت لكم كنتقدوهم ولا يمكنني شي حاجة اللي تنكونوا حاضرين عليها وشايفينها غادي نقولوها، فلا بد غادي نقولوها. خوتي كل شي عارف طاطا بديعة القصيدة اللي دارت قصيدة، وقصيدة كيف ما شفتوا راه الله يجعل السلامة كاميو، يعني كاميو داك الكاميو الله يستر كون كان حكمهم كون ما كان غيبقى فيهم حتى شي واحد. ولكن الحمد لله على اللطف، الحمد لله على لطف الله، وتنتمناو السلامة لأي واحد، أي واحد كنتمناو له السلامة. خوتي كيف ما كتعرفوا بنات خوتها ما مشاوش عندها، راكم عارفين شكون هما المعنيين بالامر. انا جايكم وغادي تعرفوا اشنو غادي نقول لكم من بعد. ما مشاوش لعندها، كل شي شاف الفيديو اللي كانوا داروا تعقلوا غير باش تعرفوا خوتي واش هادشي اللي تنقول لكم صحيح ولا ماشي صحيح. داروا فيديو وعلى عينيكم وقالوا احنا غاديين عند خالتنا اللي دارت قصيدة، شراو السكر وقالوا احنا غاديين عند خالتنا. ولكن بلاتي تعرفوا شنو وقع، اشنو وقع من بعد، شنو وقع حتى ما وصلوش، هما راه ما وصلوش وما مشاوش عند خالتهم. وانا جايكم على المعاناة ديال هاد بديعة، وانا اللي كنت كنحضر وانا اللي كنت كنشوف. المهم ما وصلوش اخوتي العزاز، ما وصلوش. علاش ما وصلوش؟ لان الام ديالهم المعصونه، الام اللي كتبين لكم في الفيديوهات وفي اللايفات راه
حنينه على خوتها، وبالخصوص ختها هذه وما كدوزهاش وكذا وكذا وكذا، والكذوب والخريطه المتتبعين. فخوتي سمعوا ردت بناتها من نص الطريق، من الباب، قولوا من الباب رداتهم. اتصلت بيهم وقالت لهم ما تمشيوش اخوتي. ورجعوا من الطريق وما مشاوش، كانوا غاديين وما مشاوش وما كملوش، وداروا لكم فيديو، والفيديو والدليل سيروا تشوفوا داك الفيديو ما كملوش، حدهم شراو السكر وقالوا لكم حنا غاديين، ولكن من بعد الفيديو تقطع وما تكملش، كمل في الريستورون اللي كانوا دخلوا وكلاو فيها تما فين كملوا الفيديو. ما عاودوش هضروا او قالوا لكم حقا رحنا مشينا او ما مشيناش، حيت هما اصلا ما مشاوش وما كملوش الطريق، وما خلاتهمش امهم كيف ما تنقولوا يمشيو عند خالتهم اللي كيف ما قلت لكم انا غادي نشهد بشهاده وكلمه الحق، خالتهم اللي من بعد 8 شهور وهي ساكنه في باب المحكمه. 8 شهور 7 شهور ونص، قلت 8 شهور وهي ساكنه في باب المحكمه. دابزت تقاتلت، والدليل دابزت مع العوله الفاسيه، مع دريس الفاطري، مع امينه. ديك الوقت امينه ستي كانت مازال ما كتعرفهاش، تقاتلت معاهم اخوتي العزاز. على بنات اختها، لان هاد الطرف اللي دويت لكم عليه كانوا جايين مع فاتحه، ودابزت معاهم وتقاتلت معاهم، وكانوا غاديين باش يذكراليو بها. سمعوا، راه كانوا غاديين باش يذكراليو، لان راه العوله كاع راها ضربات وبادئه في من فجرت بنات اختها، فجرات هادوك اللي كانوا في سويسرا، تكرفصات، بكات، غوتات. وهاد الشيء اللي تنقول لكم والله العظيم الا انا حاضره عليه اخوتي العزاز، لان هاد الناس دائما تنقول لكم راه البدويه وبناتها ما فيهمش الخير، والله ما فيهم الخير، ما تيديروش مع عائلتهم. وشوفوا وهما خالتهم، دابا هاد خالتهم اللي انا تنقول لكم هاد بديعه، راه اقسم بالله العلي العظيم الا تكرفست عليهم اكثر من الام ديالهم، وها هي ما لقاتش فيهم الخير. تيحرشوا عليها اصحاب القنوات. راه خوتي هاد الناس خطيرين، هاد الناس بشر في صفه الشياطين، هما بشر وهما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في صفه الشياطين. كيحرشوا عليها قنوات، كيحرضوا عليها، ما كيحملوها، ما كيقبلوا. راه تصوروا ما كيبغيوهاش هي، راه الجليان كيجليوها وما باغيينش. والدليل راها قالتها البدويه، قالت لها انا ما قالت لهم ما كنبغيهاش تجي لعندي، ما كيحملوها لا بناتي ولا راجلي. ايوا اخوتي العزاز، اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وهنا تعرفوا بان ما فيهمش الخير، لان قلت لكم راها تكرفست، اقسم بالله الا تكرفست عليهم. شو بديعه، والله العظيم الا هذه كلمه حق انا تنقولها، تكرفست عليهم بكل معنى الكلمه. انا قلت لك تقاتلت مع اصحاب القنوات، راه شو الهضره اللي كانت خرجت وكتقول سمحوا لي اصحاب القنوات، راه والله ما كايناش قناه وما دابزتش معها اللي كانوا مع فاتحه، عايراتهم، سباتهم. اي واحد كانت كتسمع وكتهضر بالخصوص على هاد ام الرضيع فكانت كتنوض تقاتل معاه، كانت كتنوض ودابز وتقاتل معاهم. غوتات نهار اخوتي اللي سمعات الملف طلع جنايات وقلتها لكم، طاحت في الشانطي، وصحاب القنوات اللي حاضرين يخرجوا ويقولوا لي الله يمسخك. ورا خوتي تصوروا طاحت في الشانطي والناس كلها تتشوف، والصحافه راهم كانوا حاضرين. تصوروا راه طاحت وقطعت، ما بقى كيدوز لا حديد لا طونوبيلات لا طاكسيات، كل شيء واقف كيشوف، وهي كتغوت وتصرصر وتغوت وتعاير فاتحه. شتو خوتي الخير باش يولي في الاخر؟ راه عرفتوا شنو دايرين لها خوتي في الخاص؟ واش عرفتوا شنو دايرين لها في الكواليس؟ واش عرفتوا شنو دايرين لها؟ راه ما كيخليولهاش، راهم كيحرشوا عليها، كيحرضوا عليها. هذه خوتها، هذه البدويه كتحرش على خوتها.
البدويه كتحرش على اختها صحاب القنوات باش يخرجوا يعطيوها ويشاطيوها. سمعتوني؟ كتحرش وكتحرض بناتها خوتي عباد الله، وبناتها معادة وخالتهم معادينها ومحرمينها، ما كيهضروا معاها، ما مشاو. وتصوروا هما ما مشاوش عندها وهي كانت مفلتت من الموت على كيف ما تيقولوا على خرطيله. باش عرفوا هاد الناس راه ما كيفيهمش الخير، هاد الناس غير صحاب حوايجهم، راه ما كيحملوا حتى شي واحد، حتى شي واحد. هانتوما شفتوا الدليل، دمهم خالتهم عشت معاهم المأساة عشتها معاهم، ولكن ما رحموهاش، ما عقلوش عليها، ما عرفوهاش كيف ما تنقولوا فين جايه وفين حاطه. لو كان هما فيهم الخير وتيديروا الخير، كان هما تيديروا الخير، ولكن ما تيديروش الخير اخوتي العزاز. والفيديو غادي يجي طويل، كاين فيديو اخر